الذي يحل ضيفا على فريق نوروز في هذا اللقاء. المباراة تقام على ملعب نوروز اللي يطمح بأن يواصل مشواره الجيد مع مدربه البرازيلي جورفان فييرا، وأيضا فريق القرمة الطامح من أجل تحقيق النتائج الطيبة في أول ظهور لهذا الفريق في دوري الكبار. لذلك يطمح هو الآخر بتحقيق نقاط كاملة على حساب نوروز القادم من خسارة أمام الزوراء بهدف لا شيء، بينما القرمة في مباراة الماضية في الجولة السادسة حقق الانتصار على نادي القاسم، اللي وصل فريق القرمة إلى الترتيب السابع في جدول الترتيب ب10 نقاط، وفريق نوروز في المركز الثالث عشر ب8 نقاط. فريقين يدخلون إلى هذه المباراة من أجل نقاط المباراة كاملة، المباراة اللي تعد هي الافتتاح لدوري نجوم العراق للجولة السابعة. يظهر أمامنا حكم اللقاء حكم درجة أولى أحمد قاسم، هو اللي يقود هذه المباراة بمساعدة ياسر هاشم وصفد صباح وأياد زاحم. حكم رابع محمد سلمان في غرفة الفار، بالإضافة إلى المساعد محمد لؤي صبحي. هذا هو الطاقم التحكيمي لمباراة اليوم. نتمنى ونأمل أن نشاهد مباراة جميلة تليق بأداء الفريقين من خلال تواجدهم في دوري الكبار. بالنسبة لنوروز يعد هذا هو الموسم الرابع لفريق نوروز في دوري الكبار، بينما فريق القرمة لأول مرة يتواجد مع الكبار في فترة زمنية قصيرة. فريق نادي القرمة وصل وبسرعة إلى دوري الكبار، لذلك طامح وبشكل كبير أن يكون واحد من الفرق اللي لها دور كبير خلال هذا الموسم من أجل تحقيق النتائج والوصول إلى مراكز متقدمة في جدول الترتيب لدوري نجوم العراق. ملعب نوروز طبعا هذا الملعب راح يكون صعب على كل الأندية الزائرة لملعب نوروز. هذه المباراة الثالثة لنوروز على ملعبه، وحقق انتصارين في جولات قبل الماضية قبل أن يأتي إلى بغداد ويخسر مع الزوراء بهدف. لذلك قبل هذه الجولات كان عنده لقاءين أمام نادي النجف، فاز 2-1، ومن ثم على الطلبة فاز بهدف لا شيء. لذلك يطمح فريق نادي نوروز مواصلة نتائجه الجيدة خصوصا على ملعبه، بينما فريق القرمة اللي يحاول هو الآخر العودة بنقاط المباراة الكاملة. ننتظر البداية لهذه المباراة. القرمة اللي يلعب بألوانه البيضاء، وفريق نادي نوروز يلعب بألوانه الحمراء الموشحة بالسراويل السوداء. هذا هو نادي القرمة اللي ضم نخبة كبيرة من اللاعبين اللي كانوا موجودين مع أندية كبيرة. نتحدث عن علي حسني، نتحدث عن طبعا شهاب رزاق، نتحدث عن محمد مسهر، أسماء ممتازة طبعا مع فريق نادي القرمة استخدمهم خلال هذا الموسم، بالإضافة إلى اللاعبين المحترفين جيفرسون باهي البرازيلي، ناجح الفرجاني اللاعب التونسي، بالإضافة إلى كارمو اللاعب الأنغولي، جون أوكلي النيجيري. يعني أسماء ممتازة استخدمها فريق نادي القرمة من أجل تحقيق النتائج الجيدة. فريقين على أهبة الاستعداد لخوض مباراة مهمة لفريقي نوروز وأيضا فريق القرمة، فريق قادم من انتصار والفريق الآخر قادم من خسارة. لذلك كل فريق يحاول تعزيز فوزه. بالنسبة لفريق القرمة على حساب القاسم بفوز آخر على فريق نادي نوروز من خلال هذه المباراة، وفريق نوروز يحاول أن يعوض خسارته أمام الزوراء في مباراة الماضية ويحقق الانتصار من خلال هذه المباراة، وأيضا يتسلق في سلم الترتيب في حال انتصاره في هذه المباراة مؤقتا بانتظار المباريات اللي ستجرى اليوم وغدا ضمن إطار هذه الجولة السابعة لدوري نجوم العراق. إذن حكم المباراة ينظر إلى الوقت وينتظر الإعلان عن بداية المباراة أمام حضور جماهيري لعشاق نوروز ولعشاق صقور الغربية فريق القرمة القادمين طبعا من الرمادي لمؤازرة فريق القرمة في هذه المباراة. ونوروز أيضا يحظى بجماهيرية في مدينة السليمانية، لذلك جمهوره أيضا حاضر نوروز. إذا انطلقت المباراة، وأول اللحظات خلال هذا اللقاء هناك حالة تسلل، ركلة حرة غير مباشرة. نذكر بتشكيل الفريقين لمباراة اليوم، ونبدأ من تشكيل الفريق الضيف نادي القرمة في هذه المباراة للمدرب غازي فهد، مدربا لفريق نادي القرمة محمد حميد لحراسة المرمى، محمد الباقر كريم، جيفرسون باهية، محمود خضير، ناجح الفرجاني لخط الدفاع، للوسط شهاب رزاق،
هيرنلسون كارمول أنغولي، ومحمد مزهر، محمد عدنان، علي حسني للوسط، والنيجيري يلعب كمهاجم صريح في هذه المباراة جون أوكلي. بينما خيارات المدرب جورفان فييرا مدرب فريق نوروز يلعب بعماد عيسى لحراسة المرمى، وينكتون دا سيلفا، دانييل جامي، الحاجي كوناتي، السنغالي محمد دلاور لخط الدفاع، إيفياني، أوكسي إنتريس، اللاعب الإيفواري أحمد محمود، راستكو فريق لخط الوسط، وللهجوم يلعب بكلاوديو أوليفيرا ومروان حسين. هذه تشكيل فريق نوروز وللمدرب جورفان فييرا مدرب نوروز. باليد من حارس المرمى محمد دلاور قدم مستويات ممتازة. إيفياني لاعب الوسط، إيفياني ينقل كرة للأمام لمصلحة فريق نوروز، عائدة للخلف، وينكتون دا سيلفا عملية تغيير لجهة اليسار، وراسكو يلعب كرة أمامية قريبة لمنطقة جزاء القرمة ليدافع في هذه المحاولة أمام محاولة نوروز. وهنا حكم المباراة يشير إلى وجود رمية جانبية لصالح نادي نوروز. هذا محمد عدنان، واحد من الأسماء المميزة واللي ظهر من خلال الجولات الماضية بشكل ممتاز، هو الهداف للقرمة بثلاث أهداف. طبعا محمد عدنان دوحي سجل على نفط البصرة وعلى الحدود وعلى الشرطة في افتتاح دوري نجوم العراق، وأول مباراة للقرمة تعادل مع الشرطة 2-2. محمد دوحي سجل هدف في تلك المباراة، هو الهداف للقرمة ب3 أهداف. محمد دوحي واحد من الأسماء المميزة، يقدم مستويات أكثر من رائعة. جورفان فييرا 71 سنة، هذا اسمه يعني خلاص مع العراقيين، اسمه يتردد على لسان كل عراقي. طبعا جورفان فييرا اللي حقق لنا لقب بطولة آسيا 2007، كان هو مدرب منتخبنا الوطني العراقي. جورفان فييرا مدرب نادي نوروز، المحطة الأولى على مستوى الأندية بالنسبة لجورفان فييرا في الدوري العراقي، قريب الخط الجانبي، مرت إلى خارج الملعب رمية جانبية. غازي فهد على الجانب الآخر، عائد من الدوري الإماراتي، كان مدرب اتحاد كلبة، والآن هو موجود مع فريق القرمة خلال هذا الموسم. مدربا للقرمة غازي فهد، سبق وأن درب طبعا المينا ودرب أربيل في الدوري العراقي. غازي فهد، كرة النقل الأمام لمصلحة نادي نوروز، قامي جهة اليسار، دانييل قامي الكاميروني مدافع يسار فريق نادي القرمة. عملية الهجوم جون أوكلي اللاعب النيجيري، لكن خاطئة كرة جون أوكلي، عائدة لحارس المرمى عماد عيسى، حارس القادم من زاخ. عماد عيسى حارس لمرمى فريق نوروز. كرة النقل لنوروز، لاحظ جماهير الصقور الغربية القرمة حاضرين متواجدين في ملعب نوروز، الملعب الجديد. كرة تمر إلى خارج الملعب لصالح نادي القرمة. رمية جانبية، راستكو كان قريب لهذه المحاولة. لاحظون الإعادة، وينكتون دا سيلفا البرازيلي كان في التدخل، عادت للوسط لصالح نادي القرمة، تمرير الأمام، عملية الإبعاد من دفاعات نوروز، والبحث عن مروان حسين. هدفين لمروان حسين خلال هذا الموسم مع فريق نوروز، سجل على النجف وسجل على الطلبة. يعني أهداف مروان حسين ب6 نقاط لفريق نوروز على النجف وعلى الطلبة. محمد عدنان دوحي، رمية جانبية، وينكتون دا سيلفا، عائدة للدفاعات إلى الحاجي كوناتي اللاعب السنغالي، يعيدها لحارس المرمى عماد عيسى، حارس المرمى لنادي نوروز. واضح الحذر من الفريقين في بداية هذه المباراة بالنسبة للقرمة وأيضا لنوروز، حذر واضح من كلا الفريقين. أغلب الكرات محصورة في المنتصف وصولا إلى الدقيقة السادسة، لكن ننتظر الأداء، ننتظر المتعة، ننتظر الأهداف في هذه المباراة. افتتاح الجولة السابعة لدوري نجوم العراق. عملية تغيير اللعب هنا على الطرف الأيسر، دانييل قامي قلل الوسط إلى كوناتي،
السنغالي إيفياني. قال الوسط أحمد محمود. أحمد محمود عنده هدفين طبعا. أحمد محمود على زاخو وعلى النجف. كرة النقل الوسط لنوروز. عملية تغيير اللعب هنا على الطرف الأيسر. دانيال قامي لاعب الكاميروني. كرة لا زالت بحوزة لاعبي فريق نادي نوروز مع ضغط لاعبي القرمة من منتصف الملعب على لاعبي نوروز. إيفياني نيجيري. إيفياني يلعب كرة للجهات البعيدة. عملية تحضير قريبة لمنطقة الجزاء. هنا التسديد على المرمى لكن مرت محاولة نوروز. محمد حميد الحارس الخبرة الدولي السابق. محمد حميد حارس المرمى لنادي القرمة قادما من القوة الجوية من الصقور. هذا هو محمد حميد. لاحظ هنا الإعادة عملية التحضير. بعد ذلك مرت إلى خارج الملعب لركلة مرمى لصالح نادي القرمة. كلاوديو أوليفيرا البرازيلي واحد من الأسماء المهمة. مهاجم اللي يمتلك رصيد من الأهداف مع نوروز المواسم السابقة. كلاوديو أوليفيرا اللاعب البرازيلي عنده هدف على الكهرباء، لكن هو نوروز خسر من الكهرباء. 2-1 من الزوراء 1-0. تعادل مع زاخو 1-1 مع كربلاء 0-0. فاز على الطلبة وعلى النجف. 1-0 وعلى النجف 2-1. نوروز فاز في مبارتين وخسر في مبارتين وتعادل في مبارتين. بينما على الجانب الآخر القرمة فاز في 3 وخسر في 2 وتعادل في مباراة واحدة. عنده 10 نقاط، مركز 7، ويطمح أن يرتقي إلى الصدارة مع الشرطة أو المراكز المتقدمة. عذرا، الشرطة المتصدر ب 14 نقطة. كرة قريبة لمنطقة جزاء القرمة. عملية الإبعاد إيفياني. عملية قامي يحاول يمر الكاميروني. ممكن كرة عكسية من قامي أقرب لمرمى فريق القرمة وتصطد وإلى خارج الملعب. تصبح ركنية لصالح نادي نوروز أمام اعتراض لاعبي القرمة. لاحظ هنا الإعادة وعملية الارتقاء. بعد ذلك وصلت لإيفياني اللي مرر لقامي، لكن قامي من أمامه تبعد عن طريق المدافع محمود خضير القادم من الحدود، مدافع يمين فريق نادي القرمة، إلى خارج الملعب لركلة ركنية لنوروز. الركنية الأولى في هذا اللقاء. محمد دلاور واضح في الصورة. كلاوديو أوليفيرا إلى قبوله بمارادونا. برازيلي متيم بالأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا. ركلة ركنية لصالح نادي نوروز داخل منطقة الجزاء. هذه الكرات اللي يحبها المهاجم مروان حسين. عملية الهجوم الآن. ممكن القرمة قريبة لمنطقة الجزاء. تغطية دفاعية لدفاعات نوروز وعملية الإبعاد عن طريق ويلينغتون دا سيلفا في اللحظة الأخيرة من أمام محمد عدنان. ويلينغتون دا سيلفا عملية الإنقاذ. عائدة للخلف في أجواء جميلة، أجواء مشمسة. آخر مباراة في الجولة الماضية أقيمت على هذا الملعب، مباراة النجف وديالة، شهدت أمطار غزيرة تلك المباراة. يعني ملعب نوروز كان مغطى بالمياه، وبالتالي لعبت مباراة النجف وديالة. لكن اليوم الوضع جيد بالنسبة للملعب وللأجواء. في السليمانية في كردستان هنا خطأ يشير لحكم المباراة، ركلة حرة. هذا شاب رزاق قادم من القوة الجوية يحصل على خطأ مع وجود ركلة حرة للقرمة. هدف يحرك المياه الراكدة في هذه المباراة سواء كان للقرمة أو لنوروز. هدف يحرك المياه الراكدة في هذه المباراة إذا كان للقرمة أو لنوروز، لنشاهد أداء أكثر فاعلية وهجومية للفريقين على المرمى. مروان حسين موجود في حائط الصد مع توجيهات عماد عيسى. عماد حارس المرمى
لنادي نوروز. ركله حره القرمه يحاول ان يضع اول اهداف المباراه من ركله حره، من ركله حره مباشره لمصلحه القرمه. ركله حره للقرمه، هل يفعلها القرمه في هذه الدقائق بدايه المباراه؟ ومرت الى ركنيه، مرت الى ركنيه للقرمه، ركنيه للقرمه. هيرنلسون قارمو لاحظ الاعاده هنا، التسديده على المرمى لكن مرت بجوار القائم الايسر، حاول اللحاق بالكره. هذا محمد مزهر قادم من الشرطه، محمد مزهر عنده هدفين على نفط البصره والحدود. محمد دلاور كابتن فريق نوروز داخل منطقه الجزاء. بدا الان فريق القرمه بدا يهاجم على مرمى نوروز، يريد ان يفتتح التسجيل في هذه المباراه. عمليه الابعاد داخل منطقه الجزاء لكن عائده لحارس المرمى عماد عيسى، عائده لعماد عيسى حارس المرمى لنوروز. لنوروز طبعا هذا اللقاء التاريخي الاول ما بين الفريقين، لم يسبق ان التقى نوروز بالقرمه، عن القرمه من الدرجه الثانيه للاولى، واصبح دوري الممتاز، بعد ذلك يصل الى دوري نجوم العراق. بفتره زمنيه قصيره فريق القرمه يصل الى دوري الاضواء، بينما على الجانب الاخر نوروز هذا الموسم الرابع لنوروز في دوري الكبار. نوروز نتائج ممتازه من خلال المواسم الماضيه، وهذا الموسم يريد ان يحقق انجاز على مستوى دوري نجوم العراق، مثلا الوصول الى المربع الذهبي. هذه طموحات نوروز، بعد ذلك المواسم القادمه ممكن يفكر تفكير نوروز وايضا القرمه انه ممكن الوصول الى لقب الدوري العراقي، ولم لا؟ فعلها قبل القرمه طبعا، ونوروز نفط الوسط اللي هبط الى الدوري الممتاز العراقي فعلها في اول ظهور وحقق لقب دوري الكبار. محمد مزهر الواضح امامنا في الصوره، اسماء ممتازه استقطبها فريق القرمه خلال هذا الموسم. على مروان، وصلت لحارس المرمى محمد حميد، وصلت لمحمد حميد حارس المرمى لنادي الشرطه. محمد حميد كرة طويلة عالي الأمام، عملية الإبعاد من وينكتون، تعود من جديد للقرمة. شهاب أو علي حسني غير اللعب لجهة اليسار، جون أوكلي النيجيري عيدها لجهة اليسار. جون أوكلي كرة لا زالت بحوزة لاعبي القرمة، يحاول أن يهاجم على مرمى نوروز للوصول إلى هدف تقدم. نقلات جميلة ما بين لاعبي فريق نادي القرمة. عملية تغيير اللعب هنا على الطرف الأيمن، هذا محمد عدنان يحاول يعكس كرة لكن تصطد لتعود من جديد لمحمد. محمد يقل كرة أمامية، شهاب داخل منطقة الجزاء، يدافع فريق نوروز أمام محاولة القرمة من خلال هذه اللحظات. من خلال هذه اللحظات بدأ يستحوذ على الكرة أكثر لاعبي فريق نادي القرمة. هنا المحاولة، هنا التسديدة على المرمى لكن مرت إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. ركلة مرمى هيرنلسون كارمو الأنغولي، تسديدته ضعيفة جدا، مرت إلى خارج الملعب لركلة مرمى لمصلحة فريق نادي نوروز. لاحظ هذا كارمو إلى خارج الملعب، كارمو هيرنلسون الأنغولي قادم من أهلي طرابلس الليبي، قادم من الدوري الليبي إلى الدوري العراقي مع القرمة. هيرنلسون كارمو جهة اليسار، دانيال كامي، مروان، عملية تحضير أمام منطقة الجزاء. نوروز عملية تغيير اللعب، وينكتون دا سيلفا لكن تصطد وتبعد إلى ركنية. ركنية الآن لنوروز، ركنية لنوروز. بدأنا نشهد المحاولات تحت أنظار مدرب جورفان فييرا، تحت أنظار المدرب جورفان فييرا. ركنية الآن لصالح نادي نوروز، هي الثانية لنوروز، مقابل ركنية واحدة لصالح نادي زاخو، لصالح نادي زاخو. جيفرسون باهية، توجيهات لزملاء المدافعين لفريق نادي القرمة من أجل محاولة نوروز على المرمى. محاولة لا زالت قائمة، مرت إلى خارج الملعب لركلة مرمى. محمد مزهر يؤمن على الكرة إلى خارج الملعب.
من امام البرازيلي كلاوديو اوليفيرا. مارادونا، هذا كوناتي كان واضح في الصوره، اللاعب السنغالي كوناتي مدافع نوروز. كرة النقل الامام للقرمة، عملية تغيير، عادت لدفاعات نوروز إلى دانييل كاميروني، حاول التقدم دانييل كامي، ينقل الكرة الأمام قريبة لعلم الزاوية لمرمى فريق القرمة، تترك إلى خارج الملعب. ركلة مرمى محمود خضير، هذا هو محمود خضير مدافع يمين فريق نادي القرمة. عيون المدرب جورفان فييرا على ال3 نقاط. مباراة كانت أقرب للتعادل، مباراة نوروز الماضية أمام الزوراء اللي انتصر في اللحظات الأخيرة الزوراء على حساب نوروز، لذلك فريق نوروز يحاول التعويض من خلال هذه المباراة وتحقيق الانتصار على القرم. تحقيق الانتصار على القرم. القرمة اللي فاز على الحدود 3-1 وعلى نفط البصرة 5-0 وعلى نادي القاسم 1-0 وخسر من الطلبة 0-2 ومن النفط أيضا 0-2 وتعادل مع الشرطة 2-2. هذه نتائج مباريات القرمة الستة الماضية، فاز في 3 وخسر في 2 وتعادل في مباراة واحدة، يمتلك من الرصيد 10 نقاط جيدة. نقاط فريق القرمة، أول ظهور، أول تواجد في دوري الكبار، يحاول أن يضع اسمه ما بين الكبار. فريق القرمة يحظى بجماهيرية كبيرة، ليس فقط على مستوى المنطقة الخاصة بنادي القرمة. القرمة هي أحد مناطق الأنبار، لكن كل أبناء الأنبار هم مؤازرين لفريق القرمة على اعتبار هو الممثل عن هذه المحافظة، لذلك من مختلف المناطق لمحافظة الأنبار هي قادمة لمؤازرة فريق نادي القرمة في دوري الكبار. ركلة حرة إذن لصالح نادي القرمة، محمد مسر على التنفيذ للخطأ المحتسب لفريق نادي القرمة. محمد داخل منطقة الجزاء، ممكن الآن القرمة لكن خروج موفق لحارس المرمى عماد عيسى. هناك راية، هناك راية. حارس جيد، حارس ممتاز يعني، عند الخبرة طبعا عماد عيسى، لكن هو مع زاخو ما وجد الفرصة لوجود حارس جيد أيضا آخر مع فريق نادي زاخو، تحدث عن علي كاظم، لذلك الموسم الماضي ما وجد الفرصة بشكل كبير مع نادي زاخو عماد عيسى، لكن الآن يجد الفرصة مع نوروز ويثبت حضوره بشكل ممتاز الحارس عماد عيسى مع نوروز خلال هذا الموسم. عملية تغيير اللعب لمصلحة فريق نوروز، أمامية نوروز داخل منطقة الجزاء لكن وصلت لحارس المرمى محمد حميد من أمام مروان حسين. تعود من جديد للقرمة في محاولة تحضير عن طريق الجانب الأيسر. اللقاء التاريخي الأول في المواجهات ما بين القرمة ونوروز، لم يسبق للفريقين أن التقوا. هذا جيفرسون، باهي البرازيلي، تنفذ الرمية الجانبية لمصلحة فريق نوروز، أقرب للدفاعات الحاجي كوناتي السنغالي إلى الكاميروني دانييل. الحاجي كوناتي، عملية تغيير، وينكتون دا سيلفا برازيلي، مرور لوينكتون يحاول اختراق لاعبي فريق القرمة، عادة الوسط إلى نوروز، ممكن التغيير للجهة البعيدة، هل يفعلها نوروز في هذه اللحظات؟ هل يسجل في هذه اللحظات؟ لكن تصطد بدفاعات القرمة، تصطد بدفاعات القرمة، غالق المنافذ لاعبي القرمة بشكل تام على لاعبي فريق نوروز. عادت إلى كوناتي، كامي، محاولة تبقى قائمة، نوروز داخل منطقة الجزاء لكن تصل سهلة لحارس المرمى محمد حميد. بدأت الجماهير تتوافد على ملعب نوروز، أجواء جميلة، في أجواء مشمسة في السليمانية الحبيبة طبعا، محافظاتنا إقليم كردستان، في أجواء جميلة وأجواء مشمسة. اليوم الحضور جماهيري جيد في ملعب نوروز لمؤازرة الفريقين في هذه المباراة. غازي فهد
يحاول أن يصنع من فريق القرمة فريق منافس وشرس للفرق الكبيرة. للوسط إيفياني، محاولة تبقى لمصلحة فريق نادي نوروز، عملية تغيير اللعب إلى قامي، يبقى للوسط قامي، محاولة تستمر لمصلحة نوروز. أوكسي يلعبها بشكل خاطئ، أوكسي أنتريس اللاعب الإيفواري، إيفياني، راستكو من جديد عادت إلى راستكو، محمد دلاور إلى أوكسي، كوناتي، نوروز يبحث عن هدف تقدم في هذه اللحظات. القرمة يدافع بشكل ممتاز، ومتى تحين الفرصة لفريق نادي القرمة الوصول إلى مرمى نوروز من أجل التسجيل. دفاع ممتاز لفريق نادي القرمة. محمد الباق، عملية تغيير جهة اليسار، محاولة تبقى قائمة، ناجح، مرت إلى خارج الملعب لرمية جانبية. الفرجاني تونسي على التنفيذ للرمية الجانبية. الفرجاني عادت لحارس المرمى محمد حميد. تبقى المحاولة لمصلحة فريق القرمة. من الجميل أن نشاهد الجماهير بهذا التفاعل، بهذا الحضور للمؤازرة. جمهور كبير حاضر في ملعب نوروز. تنقل الوسط، محمد الباقر يلعبها بشكل خاطئ، ممكن يستغلها فريق نوروز. عملية الهجوم لكن كلاوديو أوليفيرا يخسر هذه الكرة، مهاجم فريق نوروز. كلاوديو أوليفيرا يخسرها، عادة مرتدة، ممكن فريق القرمة عملية تغيير اللعب لجهة اليسار. يحاول أن يفعل الأطراف فريق القرمة جهة اليسار واليمين لوجود علي حصني، وأيضا وجود محمد عدنان على الأطراف. علي حصني على اليسار ومحمد عدنان على اليمين، وبعد ذلك من الخلف طبعا شاب رزاق وكارمو. محمد مزهر يلعب ب5 لاعبين في الوسط، المدرب غازي فهد، ويترك اللاعب المهاجم النيجيري جون أوك كمهاجم صريح ووحيد لخط الأمام. مدرب غازي فهد، عملية الهجوم الآن، ممكن القرمة قريبة لمنطقة الجزاء، عملية تسديد على المرمى لكن ضاعت بهذه الطريقة عن طريق شهاب رزاق، والده واحد من نجوم الكرة العراقية، القوة الجوية، رزاق فرحان. شهاب رزاق كرخ، القوة الجوية طبعا اليوم موجود مع القرمة. فرق والأندية اللي يمثلها شهاب رزاق، نادي الكرخ ونادي القوة الجوية. عملية تغيير اللعب جهة اليسار، نوروز قامي يحاول يمر، عيدها للخلف قامي، إيفياني، نوروز تعود لمحمد دلاور، حاجي، كوناتي، دانييل، حاول يمر دانييل كامل من امامه، تبعد الى خارج الملعب، رميه جانبيه لصالح نادي نوروز. رميه جانبيه، هذا هو دانييل كامي. رميه جانبيه تنفذ. مروان متراجع للوسط، عادت إيفياني، عملية تغيير هناك على الطرف الأيمن، راسكو قال الوسط. نوروز، لاحظ عزيزي المشاهد، لاعبي نوروز يجدون صعوبة اختراق خط وسط فريق نادي القرمة. مركز بشكل جيد لاعبي فريق نادي القرمة، يمنع محاولات فريق نوروز، عدم وجود الفرصة للتحرك بسهولة بالنسبة للاعبي نوروز خصوصا في خط الوسط. عملية تمرير قريبة لمنطقة الجزاء، هنا عملية تسديد عن طريق اللاعب كلاوديو أوليفيرا، لكن أبعدت من أمام كلاوديو أوليفيرا المتراجع للوسط. الاعتماد على المرتدات بالنسبة لنادي القرمة. هناك على الطرف الأيسر علي حصني، هناك خطأ، ركلة حرة.
خطأ، ركلة حرة لمصلحة فريق نادي نوروز. لاحظ الدفع واضح من النيجيري جون أوكلي، صراع ما بينه وما بين راسكو. للوسط لنوروز، إيفياني، أوكسي، أنتريس، إيفياني، عيدة إلى محمد دلاور، كوناتي إلى كامي، دانيال كامي اللاعب الكاميروني يقي الكرة الوسط. كامي، كرة عادت من جديد لنوروز، والقرمة عملية الإبعاد للأمام. أوكلي يقي الكرة الوسط، أوكلي عملية تغيير اللعب هناك على الطرف الأيسر. ممكن علي حصني ليأخذ الجانب الأيسر، يحاول يمر القادم من القيثارة من الشرطة داخل منطقة الجزاء، خطيرة على مرمى نوروز. المحاولة مستمرة لغاية الآن، لكن الإبعاد في اللحظات الأخيرة من لاعبي نوروز، وهنا خطأ لصالح نادي نوروز. خطأ لنوروز، دفع على اللاعب كلاوديو أوليفيرا. لاحظ هنا الإعادة، جيفرسون باهيا البرازيلي 32 سنة، قادم من فولاذ الإيراني. باهيا سبق اللاعب للنجف في الدوري العراقي. جيفرسون باهيا لاعب ومدافع نادي القرمة. ركلة حرة الآن لنوروز، كوناتي ينفذ الخطأ، دانييل يعيد إلى كارمو، يحاول يلقي الكرة الأمام. كلاوديو أوليفيرا يعيدها لإيفياني، يحاول إيفياني إلى محمد دلاور، كابتن فريق نادي نوروز. محمد دلاور، مواسم ممتازة لمحمد دلاور مع فريق نوروز، مدافع اليمين. كرة لم تصل بالشكل المطلوب، عادت لمصلحة فريق نادي القرمة. مرور أكثر من رائع للاعب فريق القرمة. كارمو اللاعب الأنغولي، تنقل الوسط محمد مسهر، غير لعب لجهة اليسار الفرجاني لمحمد مسهر. كرة يتناقل لاعبي فريق القرمة، عملية تحضير الأمام. محمد عدنان يحاول ينطلق الأمام، محمد عدنان لكن مرت على محمد عدنان إلى خارج الملعب لتصبح رمية جانبية لنوروز من الجهة البعيد. الحاجي كوناتي السنغالي، محمد دلاور على التنفيذ للرمية الجانبية. الحاجي كوناتي واحد من الاستقطابات الجديدة لنوروز خلال هذا الموسم. كوناتي ودانيال كامي ووينيكتون دا سيلفا، أوكسي، أنتريس الإيفواري، يعني أسماء استقطبهم نوروز خلال هذا الموسم. كرة النقل الوسط، تفاعل الجماهيري موجود، لكن التفاعل داخل أرضية الملعب غير موجود لغاية الآن من لاعبي القرمة ولاعبي نوروز. لم نشهد لغاية الآن أي خطورة تذكر على مرمى الفريقين، لم نشاهد التهديد الحقيقي على مرمى نوروز وعلى مرمى القرمة. تقريبا عدا محاولة واحدة كانت لفريق نوروز مرت إلى الخارج. هنا شاب رزاق لاعب الوسط لنادي القرمة، شاب رزاق، رمية جانبية لصالح نادي نوروز من الجهة البعيدة. حكم المباراة يشير إلى وجود خطأ، السيد أحمد قاسم يشير إلى وجود ركلة حرة لصالح لنادي نوروز. شاب يرتكب الخطأ، هذا علي حصني، ميناء، الشرطة، القوة الجوية، الأندية اللي مثلها، لاعب منتخبنا الوطني السابق، واحد من الأسماء المميزة في دورينا. علي حصني يتواجد مع نادي القرمة خلال هذا الموسم، تجربة جديدة لعلي حصني مع فريق جديد على دوري نجوم العراق هو نادي القرمة. تنقل لجهة اليسار، قامي يعيدها إلى حارس المرمى عماد عيسى، حارس المرمى لنادي نوروز. لم يختبر في هذه المباراة لغاية الآن عماد عيسى ولا محمد حميد حارس المرمى لنادي القرمة، لم يختبر حراس مرمى الفريقين لغاية الآن. تعادل يستمر سلبي بدون أهداف، 0-0 حاضرة في مباراة الافتتاح للجولة السابعة لدوري نجوم العراق. محمد مسهر، ركلة حرة لصالح نادي نوروز، ركلة حرة لنوروز. لاحظ الإعادة والدفع واضح، الدفع واضح. هذا أوكسي أنتريس الإيفواري، كوديفوار،
ساحل العاج طبعا. انتريس لاعب الوسط لنادي نوروز. دفاعات نادي القرمة، عملية تحضير. محمود عيد الخلف، محمد الباقر ينقل كرة أمامية بعيدة عن جون أوكلي النيجيري مهاجم فريق نادي القرمة، عادت لوسط فريق نادي نوروز مع عملية التغيير. محمد دلاور يبحث عن تمرير، عيدة إلى كوناتي، إلى دانييل قامي الكاميروني حاول التقدم. قامي يلعب كرة أمامية قريبة لمرمى فريق نادي القرمة لكن تترك إلى خارج أرضية الملعب من أمام مروان حسين صاحب خبرة وتجربة في دورينا لسنوات طويلة، يمثل أندية جماهيرية كبيرة، الزوراء، الشرطة، الطلبة، والأندية اللي يمثلها طبعا مروان حسين على مستوى الدوري العراقي، أيضا مع أربيل، مع النفط، أندية عديدة ومحطات عديدة بالنسبة لمهاجم فريق نادي نوروز مروان حسين. أوكسي أونتريس يحصل على خطأ مع وجود ركلة حرة تحت أنظار حكم اللقاء أحمد قاسم. ركلة حرة مباشرة لمصلحة نوروز، ركلة حرة لنوروز، ينفذ الخطأ عن طريق إيفياني النيجيري حاول نقل الكرة الأمام. إيفياني إلى مروان، بحث عن كلاوديو أوليفيرا لكن بعيد عن كلاوديو أوليفيرا. مارادونا مهاجم فريق نوروز، هذا حارس المرمى محمد حميد، حارس المرمى لنادي القرمة محمد حميد. بدأ من الرمادي محمد حميد، بدايات ونشأة هذا الحارس من الرمادي، بعدها انتقل إلى الكهرباء في الدوري العراقي، ومن الكهرباء إلى الشرطة، عاد إلى الكهرباء، تنقل بعد ذلك إلى الجوية، يعني أيضا محطات عديدة لمحمد حميد، مثل منتخباتنا على مستوى الشباب والأولمبي والوطني. محمد حميد حارس المرمى للقرمة، قادما من القوة الجوية لنادي القرمة محمد حميد. تعود للوسط إيفياني، حاول يهيئ الكرة الأمام، عملية الإبعاد من دفاعات نادي القرمة عن طريق جيفرسون باهية. تعود لجهة اليسار دانييل كامي لكن بعيدة عن اللاعب محمود خضير، قادم من الحدود، والحدود يعاني خلال البداية لهذا الموسم في 6 جولات تلقى 6 خسارات. الحدود هو الحدود ودياله الفريقين اللي لم يحققوا لغاية الآن الانتصار، لا الحدود ولا دياله. النجف كان أيضا معاهم لم يحقق الانتصار لكن هو انتصر على دياله في الجولة الماضية، لذلك النجف حقق أول انتصار له خلال هذا الموسم، لكن المتبقي دياله والحدود لحد الآن لم يحقق أي انتصار في 6 جولات. أصحاب المراكز الأخيرة 19 دياله، والمركز 20 بالنسبة لفريق الحدود مع توجيهات المدرب الخبير والكبير جورفان فييرا مدرب نوروز، وهنا جمهور نوروز، وعلى الجانب الآخر جمهور القرمة. صقور الغربية ضيوفا على نوروز في هذا اللقاء. لحد الآن شوط أول دون الوسط على بعد 10 دقائق تفصلنا عن نهاية الشوط الأول، وشوط أول دون الوسط ما بين الفريقين. لم نشاهد الأداء اللي شاهدناه في مباريات الفريقين الماضية، سواء كان نوروز أو سواء كان فريق القرم. المباريات الماضية وأيضا مباريات نوروز الماضية، رغم أنه خسر من الزوراء لكن قدم أداء أكثر من رائع أمام فريق الزوراء. النوارس تريد أن تحلق من جديد مع فرق الصدارة والبحث عن العودة إلى منصات التتويج. الجوية والشرطة والطلبة، الفرق الكبيرة اللي تبحث
على اللقب. كرة تعود للوسط الآن، نوروز عملية تغيير اللعب هناك على الطرف الأيمن غير فعالة. يعني لاحظ عزيزي المشاهد والمتابع 36 دقيقة لم نشهد أي محاولة لفريق نوروز عن طريق الجانب الأيمن. معطلة تماما جهة يمين فريق نادي نوروز. محمد دلاور مدافع اليمين وكابتن نوروز ينقل الكرة الوسط، إيفياني هي الكرة الأمام، إيفياني كرة لا زالت بحوزة لاعبي نوروز، عادت لصالح نادي القرمة في محاولة للمرور عن طريق الوسط. محمد مزهر يحاول بالمهارة يمر لكن من أمامه تبعد أو الفرجاني. كرة كانت بحوزة الفرجاني اللاعب التونسي. لاعب القرمة تعود للوسط الآن، عملية تحضير. لاحظ بعد أن وجد اللاعب كلاوديو أوليفيرا ومروان حسين صعوبة الوصول إلى مرمى القرمة، بدأ مهاجمي فريق نوروز يتراجعوا للوسط. كلاوديو أوليفيرا ومروان حسين يعني غالبا ما نشاهدهم يتراجعوا للوسط لأن صعوبة الاختراق لدفاعات فريق القرمة. لاحظ فريق القرمة يدافع من منتصف الملعب، يدافع من منتصف الملعب. جهة اليسار دانييل مدافع اليسار لنادي القرمة، تنقل الأمام كلاوديو، حاول يمر كلاوديو، هناك خطأ لمصلحة نوروز، ركلة حرة مباشرة لنوروز، هذا كلاوديو أوليفيرا. كلاوديو أوليفيرا مهاجم نوروز، هناك خطأ يشير لحكم المباراة، ركلة حرة محمد عدنان. ايضا ما شاهدنا تحركات محمد عدنان على الاطراف، مره نشاهده يلعب على جهه اليمين، مره على جهه اليسار، مره يلعب كمهاجم صريح. محمد عدنان اليوم ما شاهدنا تحركات جميله اللي شاهدناها في مباريات القرمه الماضيه. كره النقل الامام، نوروز داخل منطقه جزاء القرمه، ممكن الان وعمليه التحضير، تصطد وتبعد الى ركله ركنيه، تبعد الى ركله ركنيه مع تقدم محمد دلاور عن طريق الجانب الأيمن. كنا نتحدث عن جهة اليمين لنوروز، الآن بدأت التحرك لنوروز عن طريق الجانب الأيمن وعن طريق المدافع محمد دلاور. هذا جيفرسون باهية هو اللي أبعد الكرة إلى خارج الملعب لركلة ركنية لمصلحة فريق نادي نوروز. ركنية لنوروز على القائم الأيسر لمرمى القرمة، الركنية الثالثة لنوروز على مرمى القرمة، ركنية. هل يستغل الكرات الثابتة نوروز للوصول إلى هدف تقدم على حساب القرمة؟ خروج موفق لحارس المرمى محمد حميد بالخبرة، عملية التحضير لكن بدون عنوان من محمد حميد. يصل بالكرة إلى حارس مرمى نادي نوروز عماد عيسى. عماد تنقل الوسط، نوروز لم تصل بالشكل المطلوب. علي حسني، حسني فرجاني تصطد وتبعد الى خارج الملعب، رميه جانبيه، هذا هو الفرجاني، ناجح الفرجاني. تعود الى باهيه، ناجح جهه اليسار القرمه، عمليه تحضير لكن خاطئه بعيده عن علي حسني، تبعد الى خارج الملعب لرميه جانبيه لمصلحه نادي القرمه من الجهه البعيده بعد التدخل لمحمد دلاور اللي يبعدها الى خارج الملعب، رميه جانبيه محمد دلاور. ينفذ الرميه الجانبيه، عادت لجهه اليسار لمصلحه فريق نادي القرمه، عمليه تحضير، محاوله تبقى قائمه، ممكن القرمه يفاجئ نادي نوروز بهدف تقدم في هذه اللحظات. المحاوله محمد، هي كره والتسديد على المرمى، مرت محاوله القرمه الى خارج الملعب. محمد مسر، محمد مسر لاعب الوسط لنادي القرمه القادم من الشرطه، لاحظ الاعاده، سبق وان مثل نفط ميسان والنجف. الشرطه الان موجود مع نادي القرمه محمد مسهر. ركله مرمى لمصلحه فريق نادي نوروز في هذه المباراه، نوروز في هذه المباراه والقرمه والتعادل بدون اهداف. كرة النقل الوسط على بعد 4 دقائق تفصلنا عن نهاية الشوط الأول لهذا اللقاء، افتتاح الجولة السابعة لدوري نجوم العراق
لموسم 2024-2025 في اللقاء التاريخي الأول ما بين نوروز والقرمة، ولحد الآن اللقاء التاريخي الأول ما بين الفريقين التعادل بدون أهداف. من يحقق انتصار التاريخي الأول على حساب الآخر، القرمة أو نوروز؟ نوروز طبعا عنده الأفضلية، هو الأرض والجمهور في هذه المباراة، الأرض والجمهور في هذه المباراة. و6 نقاط لنوروز على هذا الملعب، 6 نقاط على هذا الملعب. هو حقق انتصارين، وانتصارات نوروز على هذا الملعب. كرة النقل لجهة يمين، لاحظ الإعادة، الصورة الواضحة أسفل الشاشة توضح لنا هنا التدخل اللي ما كان وجود أي خطأ. هنا التسديدة عن طريق اللاعب محمد عدنان بعيدة عن مرمى فريق نوروز إلى خارج الملعب بركلة مرمى. هذا عماد عيسى حارس المرمى، والتوجيهات لخط الدفاع إن شاء الله بالسلامة لشهاب رزاق ولكل اللاعبين في هذه المباراة. كوناتي لاحظ عاملين جو، عاملين أجواء جميلة جمهور القرمة، أجواء جميلة عاملها جمهور القرمة في هذه المباراة على مدرجات ملعب نوروز. نوت عنا عناء السفر من الأنبار إلى السليمانية، يعني قطع مسافات طويلة، وذلك حبا ومؤازرة فريق القرمة. هذا صاحب الخبرة المدرب جورفان فييرا، المدرب البرازيلي، هو يحمل الجنسية البرتغالية أيضا. لاحظ هنا الإعادة والتدخل اللي لم يحتسب أي شيء حكم المباراة. أقرب لدفاعات فريق نوروز إيفياني، حاول يغير لعب لجهة اليسار. إيفياني مع تقدم لاعب وينيكتون دا سيلفا داخل منطقة الجزاء، خطيرة النوروز. ممكن الآن نوروز أليف على راستو، سدد على المرمى بالمباشر، يطالبون بلمسة يد. حكم المباراة أشار الاستمرار، محاولة تبقى قائمة. نوروز اللحظات الأخيرة للشوط الأول، نوروز يبحث عن هدف، يخرج من الشوط الأول متقدما لذهاب إلى غرف الملابس، والقرمة هو الآخر أن يخرج من الشوط الأول متقدما على حساب نوروز، لكن محاولة تبعد. هل هناك عودة إلى تقنية الفيديو الفار من حكام الفار؟ محمد سلمان، محمد لؤي الموجودين في غرفة الفار، لكن أعتقد ما كان هناك أي، قد يكون هناك لمس، لكن في البداية اصطدت بجسم اللاعب وبعد ذلك ذهبت إلى اليد. رمية جانبية لصالح نادي نوروز من الجهة القريبة، جيفرسون أو وينيكتون دا سيلفا للأمام للقرمة. هناك خطأ للقرمة، 45 دقيقة انتهت. وينيكتون يرتكب خطأ مع وجود ركلة حرة لمصلحة فريق نادي القرمة. لاحظ هنا الإعادة، هنا المحاولة، هنا اللقطة، ركلة حرة لصالح نادي القرمة. وينيكتون دا سيلفا يرتكب خطأ، ركلة حرة للقرمة بعد توجيهات عماد عيسى داخل منطقة الجزاء. محاولة تبعد، محمد حاول ينقذ كرة داخل منطقة جزاء نوروز لكن بعيدة عن لاعبي الفريق. ركلة مرمى، هذا محمد عدنان دوحي واضح امامنا في الصورة. كرة النقل الامام، لم نشاهد كلاوديو اوليفيرا، لم نشاهد مروان حسين، لم نشاهد خط الهجوم لنادي نوروز، لم نشاهد خط الهجوم لنادي القرمة في هذه المباراة.
عدم وجود فاعلية هجومية لنوروز وأيضا للقرمة من خلال الشوط الأول، لكن نتمنى نأمل أن نشاهد شوط ثاني مختلف عن الشوط الأول. مباراة دون الوسط ما بين الفريقين. هنا الهجوم، هنا المحاولة إلى كلاوديو أوليفيرا، هي كرة إلى محمد دلاور، لكن بعيد عن محمد دلاور قريبا من الجهة البعيدة، لكن هناك راية بوجود خطأ لمصلحة نادي القرم. ركلة حرة لصالح نادي القرم. ركلة حرة لصالح نادي القرمة. لاحظ هنا الإعادة، الفرجاني ناجح الفرجاني يحصل على خطأ. ركلة حرة، نلعب في الدقيقة الثانية. هو أضاف حاكم المباراة دقيقتان كوقت مضاف للشوط الأول. نلعب في نصف دقيقة متبقية. قد راح يذهب الشوط الأول في ظل الأداء اللي شاهدناه من كلا الفريقين، القرمة ونادي نوروز. هنا المحاولة عن طريق الوسط، ممكن نشهد الثواني الأخيرة تهتز الشباك في هذه اللحظات. عملية الإبعاد من دفاعات نوروز قريب الخط الجانبي. جون أوكلي عيدها للوسط، مرت من أمام شاب رزاق، تعود للدفاعات. محمد الباقر يلعب إلى باهية. هنا في هذه الأثناء مشاهدينا ومتابعينا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، حكم اللقاء أحمد قاسم يطلق الصافر النهائي الكامل للشوط الأول للقاء نوروز والقرمة في افتتاح الجولة السابعة لدوري نجوم العراق. والتعادل هو اللي كان سيد الموقف لهذا الشوط، التعادل بدون أهداف. أحبتي استراحة قصيرة ثم نعود وإياكم لتكملة وقائع الشوط الثاني للقاء القرمة ونوروز. فالنتين ستار حاول يسدد ويرتها ومرة أخرى وجول أحمد صبري. ويبدو هناك يبدو هناك راية من عادة من الحارس. شوف مع التسديد ونشوفه بالإعادة، وراية وصفارة وتسلل. ركلة حرة غير مباشرة لفريق نادي الحدود. شوف القرار، جول جول واضح، جول. هذا هو هدف الشخص الثالث بعد أن سجل في شباك النجف ونفط البصرة من ركلة جزاء، وسجل هدفه الأول في مباراة اليوم بالدقيقة تقريبا 6 أو 5 من الوقت المحتسب بدل الضائع. لكن الكرة عدت هنا لتعود بنقلة مرة أخرى. محمد مصري يحاول العبور، لا مرت ممكن جول 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 جول. مصر يفتتح نعم أول أهداف المباراة لنادي القرمة في الدقيقة الخامسة. محمد مصر يستغل خطأ الحارس وغلطة الشاطر بلف عندما تكون عند اللاعب محمد مصر، فهي بهدف، هي بهدف لنادي القرمة. يستغل تقدم الحارس وخطأ من الحارس حسام مهدي، أخطأ بهذه الكرة ومحمد مصر وضعها في شباك ليعلن عن الهدف الأول لنادي القرمة. الفريق الضيف يسجل أول أهداف المباراة. الهدف الأول لنادي القرمة عن طريق اللاعب محمد مصر، يسجل أول أهداف المباراة. هدف أول لنادي القرمة. نعم أول أهداف المباراة للاعب محمد مصر بالدقيقة الخامسة. علي حصني يحاول المرور من علي حصني بتمريرة من علي خاطئة، والإبعاد يأتي هنا. توحي يحاول محمد عدنان، مرر هذه الكرة لعلي حصني، مرت ممكن الثاني جول. لا هناك الراية، هناك الراية والتمركز السليم من المساعد حامد علي. ناديتش الكلواتي، نعم هدف يحتسب لنادي القرمة وثاني أهداف المباراة. القرمة بهدفين بعد التأكد من الحالة، لن يعود ويتأكد ويعتمد هي بشرعية الهدف الثاني لنادي القرمة عن طريق اللاعب
جون أوكلي يسجل ثاني أهداف المباراة، وكنا نظن بهذا التقدم وكان متسللا، لكن بهذه الحالة نعم يأتي من الخلف ويسجل، وشرعية الهدف الثاني لا وجود. نعم هنا خط الأوف سايد والنو أوف بتدقيق وتركيز من المساعد لنا في الصورة نو أوف والأوف سايد في اللقطة الماضية، والهدف شرعي لنادي القرمة ليحتسب ثاني أهداف المباراة. هذه كرة من محمد مصر تأتي بنقلة عدت لشهاب عبد الرزاق، من شهاب رزاق عفوا شهاب لعلي حصني، مرر هذه الكرة من شهاب هناك لعلي حصني، مرت دوحي 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 دوحي، جول محمد عدنان حطها بالمرمى الفنان محمد عدنان يسجل ثالث أهداف المباراة لنادي القرمة من محمد عدنان دوحي الفنان يسجل الهدف الثالث في المباراة لنادي القرمة. الضيف يقسو على صاحب الأرض بثلاثية في مجريات الشوط الأول، لكن هذه المرة من محمد عدنان ليكون النجم الفنان الذي وقع على الشباك بهدف ثالث من محمد عدنان وثالث أهداف المباراة. شاهد هنا التمريرة من علي حصني ومر وانتظر الجميع، وكانت دفاعات البصرة تظن بأنها تسلل، أرادوا ولكن هو يكسر حاجز التسلل ويسجل هدف ويتسلل لشباك الحارس حسام مهدي ويضيف ثالث أهداف المباراة. ولكن هناك الإبعاد لا، فعدت هناك بتمرير محمد مصر ونقلة مرت هناك من جديد، محاولة عبور جون أوكلي، جون 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 جول جون أوكلي يسجل الهدف الرابع بالمباراة. رباعية 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 بأربعة أهداف لنادي القرمة. القرمة يسجلون الهدف الرابع وعن طريق اللاعب جون أوكلي، والهدف الشخصي الثاني لهذا اللاعب بمباراة اليوم. شاهد التمريرة، روعة 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 من دوحي، وصلت لمحمد مصر وجون أوكلي وضعها في الزاوية اليسرى للحارس ويسجل رابع أهداف المباراة، والثاني الشخصي لجون أوكلي. 4 أهداف للقرمة، لا شيء للبصرة. 4 للقرمة، لا شيء لنفط البصرة ب4 أهداف. نعم جون أوكلي. نشاهد أحبتي ملعوب هذه الكرة وبالرأس الارتقاء، لينهي الأمور فرانك البديل، فرانك سيدريك الكاميروني ينهي آمال البصرة في الوقت القاتل. فرانك سيدريك يضرب بالخماسية 5 أهداف باللحظات وبالدقائق القاتلة. أي يوم قاسي على نفط البصرة، وراسي ارتقاء جميل وضعها في قلب المرمى. فرانك سيدريك يسجل الهدف الخامس. الله الله الله، هذا الهيد وهذا الصعود وهذا الارتقاء الجميل من البديل الأسمراني الجميل. فرانك سيدريك يسجل الهدف الخامس. جول الحارث حاتم بخطأ من دفاعات الشرطة يفتتح التسجيل لنادي القاسم. الحارث حاتم يسجل لنادي القاسم على فريق الشرطة. هدف أول لنادي القاسم عن طريق الحارث حاتم في هدف جيد. لاحظ الخطأ من فيصل، انطلق وباليسار وفي مرمى الشرطة. الحارث حاتم يفتتح التسجيل لنادي القاسم بعكس مجريات المباراة. منتجين نادي القاسم والإنتاج يتكلم عنه
الهجمة اللي استثمروها عن طريق المميز الرائع الحارث حاتم طبعا في مرمى الشرطة. كرة اللعب ركنية للشرطة عالية وجول. هدف 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 للشرطة، هدف للشرطة. القيثارة تعدل عن طريق ميمي. مهند علي البديل الناجح برأسية ممتازة. لاحظ 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 ميمي وهدف. اعتقد ايضا هناك لاعب ترك المباراة. حاول يلعب الكرة ثاني 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 للقيثارة عن طريق البرازيلي لوكاس سانتوس بهدف الثاني. ثاني الأهداف للشرطة عن طريق البرازيلي لوكاس سانتوس برأسية بشباك نادي القصر. القيثارة وجمهوره اسيست رائع كان من حسين علي. لاحظ الانطلاقة كانت من المواس. حسين علي بهذه اللقطة يسأل عليها ليث معا. رأسية ذكية. ثاني أهداف لوكاس سانتوس هذا الموسم بعد أن سجل في مرمى القرمة. يسجل الآن بشباك نادي القصر. ثاني الأهداف للشرطة. أوديني من هناك النيجيري بساحة لعب الشرطة. الثواني الأخيرة عالية الحارث وجول. هدف 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 للقاسم بهدف حاسم يا الحكيم. القاسم يعدل برأسية لكن بانتظار الفار. الحارث حاتم ثاني هدف في مرمى الشرطة. هذا القصير، هذا البكير. الله الله الله. هل هناك شيء بهذه اللقطة؟ لاحظ الحارث. الله برأسية جميلة. حاتم بهدف حاسم للقاسم، بهدف حاسم لنادي القاسم. هاي مباراة تاريخية لهذا اللاعب كلاعب بديل. مشاهدة يشكل نقطة تحول ممتازة خطيرة. أوه 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 لنوروز. هدف لنوروز. شوف استلام. الله 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 الله. يا جمالك يا جمالك يا جمالك. أنترزجوي سدد الكرة. فهد طالب أبعد الكرة وتابعها صح وحطها صح في قلب المروة. وبالتالي مروان حسين يتقدم بالهدف الأول. ما يحتفل. الكرة يلف ويدور اللاعب انور طرخات ومرت الان بهذه الكرة من حميد يحاول. رشيد يحاول. ممكن الان جول. السفانة يسجلون عن طريق اللاعب أندريه الصناطي. يسجل أول أهداف المباراة لنادي الميناء لصاحب الأرض من اللاعب أندريه آلان الصناطي. يسجل أول أهداف المباراة، الهدف الأول بالمباراة. يفتتحون التسجيل. أندريه آلان الصناطي يسجل أول أهداف في المباراة. هذا اللاعب
اللي سجل في شباك الكرك. شاهد التمريرة وشاهد الصناطي متواجد هنا. تمريرة حميد رشيد. حميد حاول تلاعب بدفاعات الزوراء وخادعت الجميع، وهو كان ينتظر ويقف خلف المدافعين. وهنا أندري الصناطي يسجل أول أهداف المباراة. هدف أول لنادي الميناء من الصناطي، أول أهداف اللقاء. هدف. تصل إلى الدقيقة 75، ربع ساعة متبقية عن النهاية. علاء عباس، علاء يتقدم، علاء عباس ويسجل للقوة الجوية. جول للسقوط. علاء عباس يسجل للقوة الجوية أول أهداف المباراة. أول أهداف المباراة في مرمى الكرك من ركلة جزاء. من ركلة جزاء القوة الجوية يسجل عن طريق علاء عباس القادم من الزوراء للقوة الجوية، يسجل أول أهداف المباراة. هدف للقوة الجوية في مرمى الكرخ. هدف للقوة الجوية في مرمى الكرخ. لاحظ الإعادة وذهب باتجاه الكرة حسين حسن، كان قريب جدا حسين حسن من الإنقاذ. ركلة جزاء القوة الجوية من علاء عباس، لكن لامست حسين حسن ومرت إلى الشباك ليسجل علاء عباس أول أهداف المباراة. ثاني أهدافه بعدما سجل على نفط البصرة، يسجل الآن في مرمى الكرخ. مصعب اللي قدم شوط أول ممتاز. مصعب جمال ممكن يعدل الآن الكرخ، ممكن يعدل مرمى مصعب وهدف تعادل. جول للكرخ، يتوج مجهوداته مصعب جمال بهدف جميل. أي جمال من مصعب جمال، أي جمال من مصعب جمال، يدرك التعادل لنادي الكرخ بهدف جميل، مرور جميل وهدف طريق جميل. مصعب جمال أي دلال أي جمال من مصعب جمال بهدف رائع في مرمى الصقور، في مرمى القوة الجوية. يعدل النتيجة مصعب جمال للكرخ. هدف تعادل الآن. الكناري يعدل في مرمى الصقور. لاحظ مر بهذه الطريقة الجميلة وسجل في الزاوية اللي يتواجد فيها حارس المرمى محمد رحيم. الله على مصعب جمال، لاعب مهاري، لاعب ممتاز، لاعب ممتع، لاعب مقنع، وهذا مصعب جمال يسدد بقوة. للأندية الخسارة، ولكن واقع كرة القدم يفرض علينا بأنه كرة القدم فيها فوز وخسارة وتعادل، ولكن الكلمة تكون لمن يستغل الفرص. هنا كرة عن طريق تيلس خطيرة، جول! هدف للكهرباء الآن، هدف عن طريق مرتضى هديل. واجواء الشوط الثاني لقاء نوروز والقرمه بعد ما تركنا الشوط الاول ينتهي بالتعادل بدون اهداف في شوط دون الوسط ما بين الفريقين في افتتاح الجوله السابعه لدوري نجوم العراق 2024-2025 اللي بدا فريق نادي نوروز يلعب من اليسار لليمين بالوانه الحمراء الموشحه بالسراويل السوداء، بينما فريق القرمه بدا يلعب من اليمين لليسار بالوانه البيضاء الموشحه بالسراويل الزرقاء. فريقين دخلوا للشوط الثاني بنفس الاسماء اللي كانت حاضره في الشوط الاول. بالنسبه للمدرب غازي فهد مدرب القرمه، وعلى الجانب الاخر مدرب نوروز المدرب جورفان فييرا. كرة النقل الوسط الان كلاوديو اوليفيرا اللي لم يظهر في الشوط الاول. كلاوديو اوليفيرا المهاجمين اللي يسجل من انصاف الفرص كلاوديو اوليفيرا، لكن اليوم غائب تماما في الشوط الاول امام مرمى فريق نادي القرمه. القرمه بنفس الاسماء: محمد حميد، محمد الباقر الكريم، جيفرسون باهيه، محمود خضير، ناجح الفرجاني، شهاب رزاق، هيرنلسون، كارمو الانغولي، محمد مزر، محمد عدنان، علي حصني، والنيجيري جون اوكلي. هذه تشكيله القرمه خلال الشوط الاول، وايضا في الشوط الثاني لم يجرى اي تغيير على مستوى التشكيل بالنسبه لفريق القرمه، ونفس الحال لفريق نوروز ايضا بنفس الاسماء بوجود عماد عيسى، وينكتون دا سيلفا، دانيال كامي، والحاجي كوناتي، محمد دلاور، ايفياني اوكسي انتريس، احمد محمود، راستكو فريق كلاوديو اوليفيرا، ومروان حسين. خطأ حكم المباراة أحمد قاسم يشير إلى وجود ركلة حرة. هذا علي حصني قادم من القيثارة من الشرطة. ركلة حرة كوناتي السنغالي
الكرة إلى دانييل قامي هناك على جهة اليسار لنوروز. ممكن الآن البداية قد تكون قوية لصالح فريق القرمة للوصول إلى هدف تقدم. عملية تحضير داخل منطقة الجزاء، ممكن المتابعة لكن بعيدة عن مهاجمي القرمة وعن مدافعي فريق نوروز. محمد مزر يقل الكرة الوسط، حاول الكرة داخل منطقة الجزاء والرأسية مرت جون أوكلي. جون أوكلي النيجيري تحتاج إلى الدقة إلى التركيز من جون أوكلي. وصلت سهلة لعماد عيسى، هو غير متسلل. لاحظ الإعادة، عملية تمرير داخل منطقة الجزاء بهذه الطريقة ورأسية جون أوكلي وصلت لحارس مرمى فريق نوروز عماد عيسى. عماد، كوناتي، إيفياني نيجيري. إيفياني حاول التقدم، يقل الكرة الوسط، عملية تغيير اللعب. أحمد محمود يقل الكرة لجهة اليسار قريبة داخل منطقة الجزاء، خطيرة لنوروز على مرمى القرمة. المحاولة تستمر قريبة لمنطقة الجزاء وركلة حرة لنوروز. ركلة حرة لنوروز. بداية للقرمة برأسية جون أوكلي، وهنا خطأ يحتسب لصالح نادي نوروز. ممكن الكرات الثابتة هي تكون الحل لنوروز أو للقرمة في هذه المباراة ومن خلال الشوط الثاني. لاحظ الإعادة، والفرجاني التونسي ناجح الفرجاني يرتكب خطأ. 24 سنة، قادم من الباجي الأولمبي التونسي. وهنا الحاجي كوناتي السنغالي مع توجيهات المدرب جورفان فييرا مدرب نوروز. ممكن نوروز مروان، ايضا وينكتون دا سيلفا مع ترقب لحارس المرمى محمد حميد. وينكتون دا سيلفا هل يضعها في المرمى البرازيلي؟ هل ستكون بأقدام برازيلية أفريقية عراقية؟ ركلة حرة لصالح نادي نوروز على مرمى القرمة. جيفرسون باهيا البرازيلي. مروان وحكم المباراة يعيد حائط الصد لاعبي القرمة ل10 ياردات. هل يتمكن نوروز في ملعبه بعد الافتتاح الجديد لهذا الملعب وحقق انتصارين على هذا الملعب؟ نوروز يريد أن يحقق الانتصار الثالث على ملعب فريق نوروز. الانتصار الثالث على ملعب فريق نوروز. هذه المرة قد يكون الضحية هو فريق القرمة أمام نوروز بعدما حقق الانتصار على النجف وعلى الطلبة، واليوم يواجه القرمة. ركلة حرة ممكن الآن نوروز. وينكتون دا سيلفا وقريب منه إيفياني. دا سيلفا على الطريقة البرازيلية. إيفياني على المرمى والقائم الأيسر يرتدي اللون الأبيض. القائم الأيسر يرتدي اللون الأبيض ويمنع هدف لنوروز. لاحظ إيفياني لعبها بعيدة عن حارس المرمى محمد حميد اللي وقف متفرج على كرة إيفياني، لكن القائم الأيسر يرد محاولة اللاعب النيجيري إيفياني وضاعت الفرصة الأولى من خلال الشوط الثاني لنوروز على مرمى القرمة. إيفياني لعبها بطريقة أكثر من رائعة، لكن القائم الأيسر يقف حائل أمام دخول كرة اللاعب إيفياني لتسجيل هدف أول لصالح نوروز أصحاب الأرض والجمهور في هذا اللقاء على حساب القرمة. كرة تعود القرمة، محاولة تسديد على المرمى وهدف أول. جول أوكلي، جون أوكلي النيجيري، وهدف رائع. هدف رائع. جون أوكلي يسجل أول أهداف المباراة، هو عنده هدفين على نفط البصرة وثالث أهداف النيجيري جون أوكلي بهذه الطريقة الجميلة. يسجل لنادي القرمة، يرد على كرة إيفياني. نيجيري يرد على نيجيري. إيفياني كرة ارتدت من القائم الأيسر، لكن النيجيري الآخر لاعب القرمة جون أوكلي
يطلق صاروخ على مرمى نوروز وعلى الزاوية البعيدة لعماد عيسى. لاحظ جون أوكلي، لاحظ جون أوكلي، وضعها بمكان صعب جدا على عماد عيسى، وضعها بمكان صعب جدا على عماد عيسى. جون أوكلي يسجل هدف أول، هدف جميل للقرمة في مرمى نوروز، هدف جميل للقرمة يسعد هذا الجمهور الحاضر على مدرجات ملعب نوروز، الحاضر على مدرجات ملعب نوروز. وهدف هدف 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 في هذه اللحظات للقرمة على حساب نوروز صاحب الأرض والجمهور. ويبدو لي هناك عودة إلى الفار. هل كان هناك لاعب في موقف تسلل؟ هل محمد عدنان هو كان في موقف تسلل؟ لنشاهد الإعادة. وهدف جميل، فرصة هنا لنوروز والأخرى للقرمة، يتمكن من خلالها اللاعب جون أوكلي أن يضع هدف جميل في مرمى نوروز ليعلن فريق القرمة افتتاح التسجيل في هذا اللقاء. هو بنتيجة التعادل فريق القرمة بنتيجة التعادل وصل إلى المركز الرابع برصيد 11 نقطة. إذا هدف يحتسب الهدف. القرمة يتقدم على نوروز بهدف لا شيء. هدف جميل ورائع عن طريق اللاعب جون أوكلي، ثالث أهدافه مع القرمة بعد ما سجل هدفين في مرمى نفط البصرة اللي خسر من القرمة في الجولة قبل الماضية ب5 أهداف للا شيء، ب5 أهداف للا شيء. كرة النقل الوسط، نوروز كان قريب جدا من أن يسجل بداية على حساب القرمة، وكرة إيفياني. القرمة إذا ما أنهى المباراة وحقق هذا الانتصار سيكون هو صاحب المركز الثاني، سيذهب إلى المركز الثاني في حال أنهى المباراة بهذه النتيجة. لكن لا زال هناك متسع من الوقت، قد نشهد عودة نوروز. ركلة حرة إذا لنوروز، الشوط الثاني بداية ممتازة، بداية جيدة عكس ما شاهدنا في الشوط الأول. شوط أول دون الوسط، لم نشاهد محاولات، لم نشاهد الأداء اللي شاهدناه في مباريات الفريقين الماضية. لكن في الشوط الثاني بدأت تحركات اللاعبين بالنسبة لنادي القرمة، بالنسبة لنادي نوروز. هجمة كانت كرة ثابتة لفريق نوروز، كان ممكن يسجل من خلالها هدف، لكن الرد يأتي عن طريق اللاعب جون أوكلي نيجيري. نوروز وضع الكرة في القائم الأيسر، لكن نيجيري القرمة سجل هدف جميل. وهذه النتيجة لا ترضي طموحات المدرب جورفان فييرا. مدربين يعني مع المدرب ولي كريم اللي يقدم مستويات أكثر من رائعة كمدرب للكهرباء، يعني هو اللي قاد الفريق، أوصل الفريق إلى دوري الكبار، بعد ذلك غادر، ثم استلم المهمة نزار محروس، وغادر أيضا نزار. اليوم نشاهد المدرب جورفان فييرا. هنا لاعب الوسط، لاعب أوكسي أنتريس، جهة اليسار فرجاني، كرة يتناقلها لاعبي القرمة، عملية تغيير هناك على الطرف الأيمن بالنسبة لفريق نادي القرمة. محمود خضير يعيدها للوسط، محمد ممكن الآن القرمة يحاول أن يضاعف النتيجة بهدف آخر، يحرج نوروز في ملعبه أمام جماهيره في هذا اللقاء. نوروز عملية تغيير اللعب جهة اليمين، محاولة تستمر للقرمة عن طريق الوسط، عائدة للدفاعات محمد الباقر كريم، بل الوسط محمد الباقر، محاولة تستمر. كارمو الأنغولي، ركلة حرة لمصلحة فريق نادي القرمة، يحقق أفضلية الآن القرمة على حساب نوروز في هذه اللحظات، في هذه الدقائق يحقق أفضلية. سعيد جمهور القرمة بهذا التقدم، بهذه النتيجة. مدافع محمود خضير، ركلة حرة تنفذ للقرمة،
لا زال هو المستحوذ، لا زال هو المسيطر فريق القرمة في هذه اللحظات. الشوط الثاني مرور 12 دقيقة لغاية الآن. محمد عدنان، هذا دوحي، وهنا وينكتون دا سيلفا على التنفيذ الرمية الجانبية. وينكتون دا سيلفا نفذ الرمية الجانبية. وينكتون دا سيلفا تلعب للأمام الآن لمصلحة القرمة. عملية التحضير، هذا جون أوكلي صاحب هدف المباراة الوحيد. جون أوكلي 27 سنة، قادم من السويحلي الليبي، قادم من الدوري الليبي. طبعا جون أوكلي صاحب 27 سنة، النسر النيجيري مع صقور الغربية خلال هذا الموسم. جون أوكلي كرة الوسط، يفتك إيفياني ينقله إلى أنتريس جهة اليسار. أحمد محمود يحاول يمر عن طريق الجانب الأيسر. أحمد محمود يجد صعوبة جهة يسار فريق نادي نوروز، تعود إلى إيفياني يحاول يمر. يحاول يهيئ كرة للأمام. إيفياني قريبة لمنطقة جزاء القرمة، جهة يمين لا زالت لم تعمل بشكل ممتاز جهة يمين فريق نادي نوروز من خلال هذه المباراة. لا شاهدنا في الشوط الأول محاولات لنوروز عن طريق الجانب الأيمن، ولا من الدقائق اللي مرت من خلال الشوط الثاني جهة يمين نوروز غير فعالة جهة يمين فريق نوروز. كرة تعود للوسط للقرمة، عملية تغيير اللعب جهة اليمين لليسار، تعود لدفاعات فريق نادي القرمة. ناجح الفرجاني وناجح لغاية الآن فريق القرمة، ناجح لغاية الآن، أداء ونتيجة على حساب نوروز. تعود للوسط، عملية التحضير، عملية الهجوم الآن. جون أوكلي ممكن نيجيري تصطد بمدافع حاجي كوناتي. كرة النقل اليمين القرمة لا زالت داخل أرضية الملعب، والإبعاد إلى خارج الملعب. ركنية للقرمة. راية المساعد الثاني صفت صباح، هذا دانييل كامي. هذا محمد. هنا التغييرات للمدرب تقي فلاح، شاهده في الصورة. كلاوديو أوليفيرا غائب تماما مع مروان حسين في هذه المباراة. خط هجوم فريق نادي نوروز داخل منطقة الجزاء، عملية الإبعاد. إيفياني، كل لاعبي نوروز متراجعين. أحمد، أي كرة الأمام. هنا التدخل، هنا بطاقة. محمد مسلم أو شاب رزاق، شاب تلقى بطاقة صفراء. شاب رزاق فرحان تلقى بطاقة صفراء. بالسلامة لأوكسي. لاحظ هنا الإعادة، حاول ينطلق للأمام الإيفواري أوكسي، لكن كان تدخل من شهاب رزاق، على أثره يتلقى بطاقة صفراء. مع التغييرات معين أحمد وتقي فلاح، من سيغادر؟ تغييرين، دفعة واحدة للمدرب جورفان فييرا. جمهور نوروز يحفز لاعبيه في هذه اللحظات. إذن بطاقة لشهاب رزاق، هذا جمهور نوروز. معين أحمد وتقي فلاح، تغييرين، دفعة واحدة. هنا تتشيك للبطاقة الصفراء، هل تتغير إلى حمراء؟ يبقى القرار لحكم المباراة أحمد قاسم. أحمد محمود، أعتقد هناك تغيير. أحمد محمود سيغادر. من اللاعب الآخر اللي يغادر؟ أحمد محمود أول المغادرين عن تشكيل نوروز في هذه اللحظات. أول المغادرين معين أحمد وتقي فلاح. شاب اللي تلقى بطاقة صفراء قبل قليل، هذا راسكو. فريق راسكو للوسط. إيفياني، تعود لي راسكو من جديد. أحمد محمود، وأيضا خروج لدانييل كامي مدافع اليسار. أشرك مدافع يسار هو تقي فلاح.
القادم من أمانة بغداد وسبق لتقي، لعب للكرخ، نفط الوسط، أمانة بغداد، الأندية اللي يمثلها طبعا تقي فلاح في دوري الكبار. زاخو أيضا كانت عنده محطة مع زاخو تقي فلاح. يعني كان أيضا واحد من نجوم الكرخ اللي توج بلقب بطولة كأس العراق قبل موسمين. الكرخ عندما توج بلقب بطولة كأس العراق تقي فلاح كان أحد الأسماء الموجودة مع نادي الكرخ مع المدرب أحمد عبد الجبار. كرة عائدة لحارس المرمى محمد حميد، تقي مدافع اليسار، بالإضافة إلى التغيير الآخر معين أحمد، ممكن مع التغييرات للمدرب جورفان فييرا ممكن لاعبين بروز تغيير النتيجة. هذا راستكو فريق جهة اليسار، عملية الهجوم الآن معين حاول يمر عن طريق الجانب الأيسر، حاول الكرة داخل منطقة جزاء خطيرة، ممكن مروان لكن طالت على مروان حسين، واحد من الأسماء الخبرة مع نوروز. كرة طول على مروان حسين إلى خارج أرضية الملعب. هذا تقي فلاح اللي اشترك مع تشكيل نوروز. ركلة مرمى محمد حميد، فرجاني تونسي حاول يمر الفرجاني، يعيدها للخلف للدفاعات محمد الباقر، تمر الى خارج الملعب لرميه جانبيه لمصلحه فريق نادي القرمه. محمد دلاور ناجح الفرجاني، تنفيذ للرميه الجانبيه، مرت على جون اوكلي، تعود لمصلحه فريق نادي نوروز. تقي فلاح يهيئ كره لجهه اليسار، ممكن الان نوروز ومحمد حميد اقرب حارس المرمى لنادي القرمه كلاوديو اوليفيرا، قريب لمحمد حميد مهاجم فريق نادي نوروز. كلاوديو اوليفيرا مارادونا مهاجم فريق نوروز، مرت من امام جون اوكلي، عادت لحارس المرمى عماد عيسى، هي كره الامام عماد عيسى. نوروز يبحث عن التعديل والقرمه يبحث عن تعزيز النتيجه بهدف اخر يطمئن على نتيجه المباراه عن الثلاث نقاط، العوده الى الديار محملا بنقاط المباراه والذهاب الى مركز الوصافه. هذا كارمو الانغولي، كارمو هيرنيلسون للوسط، هنا خطا، ركله حره لصالح نادي نوروز. جيفرسون باهيا مدافع نادي القرمه، هناك خطا لصالح نادي نوروز، ركله حره مباشره لصالح نادي نوروز. حكم المباراه يد من لاعبي الفريقين، انطلقت قبل قليل طبعا مباراة النفط ونادي القاسم، ثاني مباراة في افتتاح الجولة، ومحاولة لنوروز، وهنا يطالبون بخطأ، يطالبون بركلة جزاء، يطالبون بلمسة يد داخل منطقة الجزاء لنادي القرمة داخل منطقة الجزاء. وحكم المباراة أحمد قاسم أمام صيحات جماهير نوروز في هذه اللحظات. هنا الإعادة مرة أولى وثانية والمحاولة اللي كانت لنوروز داخل منطقة الجزاء. لاحظ هنا الإعادة اصطدت بكارمو، حكم المباراة أشار الاستمرار، ركنية لنوروز داخل منطقة الجزاء، يدافع نادي القرمة بأكثر من لاعب، هنا خطأ لصالح نادي القرمة، ركلة حرة لصالح نادي القرمة. تعالت الصيحات لجماهير نوروز، مطالبة بركلة جزاء، لكن القرار يأتي من حكم المباراة أن لا وجود للمس لليد بالنسبة لكارمو لاعب الوسط لنادي القرمة. لاحظ هنا الإعادة والخطأ اللي كان على لاعبي نوروز مع وجود ركلة حرة لصالح نادي القرمة. ركلة حرة هنا باهية، جيفرسون باهية، كلاوديو أوليفيرا، راستكو، دلاور، كل هؤلاء
لغاية الآن لم يصنعوا الفارق لنوروز والعودة لأجواء المباراة ولنتيجة المباراة. بالسلامة لجيفرسون باهية. جيفرسون باهية مدافع فريق نادي القرمة، وهنا جمهور القرمة. صقور الغربية تحلق في ملعب نوروز، صقور الغربية تحلق في ملعب نوروز بهدف عن طريق جون أوكلي حارس المرمى الخبرة محمد حميد. ركلة حرة للقرمة، تنفذ الركلة الحرة قريبة لمنطقة الجزاء لنوروز، وصلت لحارس المرمى عماد عيسى. عماد باليد، عملية التمرير الأمام، عادت للوسط للقرمة. يقدم فريق القرمة شوط ثاني ممتاز، شوط ثاني ممتاز لفريق القرمة. عملية تغيير اللعب إلى الفرجاني، ناجح يلقى الكرة للأمام، ناجح عادت للوسط، كارمو من أمامه تبعد أو جون أوكلي، تعود من جديد لصالح نادي نوروز. عملية المرور بشكل ممتاز وتغيير اللعب لجهة اليسار، هل يستغلها؟ تقي يحاول يهيئ الكرة للأمام، تقي قريبة لمنطقة جزاء نادي القرمة، تعود من جديد إلى تقي، ممكن داخل منطقة الجزاء، خطيرة على مرمى القرمة وخروج لحارس المرمى محمد حميد. عملية الإبعاد، هنا الضغط عن طريق اللاعب متقدم إيفياني. هنا خطأ وركلة حرة لصالح نادي القرمة، ركلة حرة لصالح نادي القرمة. محمد دلاور يرتكب خطأ، هذا تقي فلاح اللي نقل الكرة داخل منطقة الجزاء مع خروج لحارس المرمى محمد حميد. هنا الإعادة محمد حميد وعملية الارتقاء من أمام لاعبيه نوروز في هذه اللحظات، في هذه الدقائق يريد أن يحافظ على شباك نظيفة محمد حميد. طبعا المباراتين الأخيرة كان كلين شيت لحارس المرمى محمد حميد، فوز على نفط البصرة 5-0، ومن ثم الجولة الماضية القرمة حقق الانتصار على نادي القاسم بهدف لا شيء. لذلك المباراتين الماضية مرمى الحارس محمد حميد لم تهتز، ولغاية الآن في هذه المباراة أيضا شباك الحارس محمد حميد لم تهتز من قبل لاعبي نوروز في هذا اللقاء. كرة عادت، محمد الباقر ينقل الكرة الوسط، أقرب لعلي حسني، أمامية من علي حسني، بعاد من أمام جون أوكلي، تعود للوسط الآن، كارمو يحاول ينقل الكرة الأمام لمصلحة نوروز. نوروز أوكسي داخل منطقة الجزاء، والرأسية مرت مروان، هذه هي كرات مروان، هذه لعبات مروان. عندما تأتي الفرصة لمروان الكرات العالية، هو يجيد الكرات العالية، الألعاب الهوائية. طبعا بالنسبة لمروان حسين ممكن يسجل، رأسية مروان مرت إلى خارج الملعب. جمهور نوروز يؤازر رغم أنه يتأخر بهدف، لكن يؤازر، والتعادل لنوروز. هدف مروان حسين يسجل هدف التعادل. مروان يطلق العنان على مدرجات ملعب نوروز. الفنان مروان يسجل هدف التعادل لنوروز. مروان حسين يسجل هدف التعادل. الأولى ذهبت إلى الخارج، لكن الثانية لم يخطئها مروان. لاحظ، حضر بهذه الطريقة وسدد بهذه الطريقة على يمين حارس المرمى محمد حميد، معلنا عن هدف التعادل لنوروز في مرمى القرمة. 1-1 النتيجة الآن. شوط مختلف عن الشوط الأول، الشوط الثاني مختلف كليا عن الشوط الأول. الأداء، النتيجة، الأهداف حضرت، المتعة حضرت ما بين نوروز والقرمة. الشوط الثاني مختلف تماما ما بين الفريقين بعد الأداء والبداية القوية للقرمة. بعد ذلك الرد يأتي لصالح نادي نوروز، ومروان حسين يسجل ثالث أهدافه على هذا الملعب. 3 أهداف لمروان حسين على هذا الملعب. مهاجم نوروز سجل على النجف وعلى الطلبة، واليوم يسجل في مرمى القرمة 3 أهداف. فالخير على مروان حسين ملعب نوروز، وأيضا على فريق نوروز انتصارين، ولحد الآن متعادل مع القرمة، مرت إلى خارج الملعب بركلة مرمى.
ركلة مرمى لصالح نادي نوروز. الآن تتعالى صيحات جماهير نوروز بعدما أدرك التعادل عن طريق اللاعب مروان حسين. تقي فلاح، تقي يعيدها للخلف، تقي فلاح للوسط إلى أوكسي قريبة لمنطقة الجزاء، ممكن ثاني. الآن نوروز بدأ يضغط بقوة على مرمى فريق القرمة من أجل أن يقلب الطاولة على القرمة، على نادي القرمة، على صقور الغربية من خلال هذه اللحظات، من خلال عمر المباراة. لذلك فريق نوروز الآن هو من يسيطر على أجواء هذه الدقائق نتيجة الضغط الواضح أمام أنظار المدرب غازي فهد البصري العزيز. لاحظ هنا الإعادة، هنا المحاولة، هنا الدفع اللي كان محمد مسر مع محمد دلاور. ركلة حرة لمصلحة فريق نوروز. محمد دلاور، هل يفعلها نوروز؟ هل يسجل ثاني الأهداف نوروز؟ كرة داخل منطقة الجزاء، عملية الارتقاء والإبعاد إلى خارج الملعب لتصبح رمية جانبية لنوروز من الجهة البعيدة. شاهدنا بداية قوية للقرمة، سجل هدف، سيطر على منتصف الملعب، يعني نقل كرات جميلة. هنا آسو رستم يشترك الآن. تغيير ثالث لنوروز، خروج اللاعب وينكتون دا سيلفا ودخول آسو رستم يشترك الآن. آسو، مروان، كلاوديو أوليفيرا يلعب بالثلاث مهاجمين الآن. المدرب جورفان فييرا مدرب نادي نوروز الآن يدفع بمهاجم ثالث، يدفع بآسو رستم. كرة النقل، تقي فلاح داخل منطقة الجزاء. تبقى المحاولة الآن لنوروز على مرمى نادي القرمة، وهنا الخطأ. ركلة حرة لصالح نادي القرمة. إذا تغييرين للقرمة. فرانك سيدريك يشترك الآن. وندرسون دا سيلفا. فرانك سيدريك القادم من زاخو. شاب رزاق يغادر. تغييرين، دفعة واحدة لغازي فهد. شاب رزاق يغادر، وعلي حصني أيضا يغادر. علي حصني. فرانك سيدريك يشترك الآن. بطاقة صفراء لعلي حصني. اعتقد انه تاخر في الخروج علي حصني، لذلك تلقى بطاقة صفراء. يشرك لاعبين الآن غازي فهد، بينما على الجانب الآخر جورفان فييرا أشرك 3 لاعبين. هنا الهجوم الآن للقرمة داخل منطقة الجزاء، ممكن ثاني محمد، ويسجل الثاني. هدف ثاني للقرمة، محمد مسر. الله هدف ثاني بلعبة جميلة، بكرة ذكية تتهيأ أمام محمد مسر، يسجل ثاني الأهداف لنادي القرمة. الله على محمد مسر، ثالث أهدافه مع القرمة خلال هذا الموسم، بعدما سجل في مرمى نفط البصرة والحدود. الآن يجتاز كل الحدود. محمد مسر يمر من الحارس عماد عيسى ويضعها في مرمى نوروز، مسجلا ثاني الأهداف للقرمة في مرمى نوروز، وفرحة جماهير القرمة بهدف ثاني. إذن القرمة يسجل ثاني الأهداف في مرمى نوروز. لاحظ الإعادة، غير متسلل إطلاقا، حالة التسلل غير موجودة، مر بهذه الطريقة وسجل هدف جميل ثاني لصالح القرمة في مرمى نوروز. 2-1 أصبحت النتيجة الآن. من جديد القرمة يسجل في مرمى نوروز في اللقاء التاريخي الأول ما بين الفريقين. القرمة يتقدم على نوروز بهدفين مقابل هدف واحد. كرة عالية، الشوط الثاني اختلف تماما، ومحاولة نوروز لكن مرت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى لصالح نادي القرمة. ركلة مرمى للقرمة، حارس المرمى محمد حميد. 2-1 القرمة. اطلاقا الشوط الثاني مختلف
بشكل كبير عن الشوط الاول. ما شاهدنا الاداء، ما شاهدنا الفرص، ما شاهدنا الاهداف في الشوط الاول، لكن الشوط الثاني اختلف كليا، اختلف كليا. اداء واهداف وكرات قريبه للمرمى، ولا زال لدينا ربع ساعه متبقيه على نهايه المباراه. هل نشهد عوده اقل من ربع ساعه متبقيه؟ لاحظ مروان حاول ان يضع هدف تعادل في مرمى القرمه. لعبوا سويه مع الشرطه، محمد حميد طبعا ومروان حسين لعبوا سويه مع الشرطه، الحارس محمد حميد ومروان حسين. ان شاء الله بالسلامه. الان القرمه بهذه النتيجه الى المركز الثاني خلف الشرطه بفارق نقطه، لكن الشرطة عنده مباراة مؤجلة خلال هذه الجولة، مباراة مؤجلة أمام دهوك. لاحظ هنا الإعادة والمحاولة اللي كانت معين أحمد أحد بدلاء نوروز من خلال الشوط الثاني. معين أحمد اللي اشترك من خلال الشوط الثاني يشكو من إصابة، وجورفان فييرا في حيرة من أمره مدرب فريق نادي نوروز في هذه المباراة. هل تستمر أفراح جماهير القرمة إلى نهاية المباراة؟ إلى نهاية المباراة هل تستمر أفراح جماهير القرمة بينما يطبق الصمت على مدرجات ملعب نوروز لجماهير نوروز؟ فريق يتأخر بهدفين لهدف. هل ستكون الخسارة الثانية على التوالي لنادي نوروز بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الزهراء؟ لاحظ الهدف الثاني، الهدف الثاني غير متسلل محمد مسر، غير متسلل محمد مسر، ينسل من خلف المدافعين ويمر من الحارس عماد عيسى ويضعها بكل هدوء في المرمى. حاول كوناتيه السنغالي أن ينقذ الموقف، لكن مرت على كوناتيه ومرت عن نادي القرمة في مرمى نوروز. النتيجة الآن على بعد 10 دقائق متبقية على نهاية المباراة. هل يفعلها قرمة؟ القرمة ويحقق انتصار الرابع، انتصار الرابع والثاني على التوالي. حارس المرمى محمد حميد، والثالث على التوالي طبعا. فاز على نفط البصرة وفاز على نادي القاسم والآن متقدم على نوروز. إذا ما حقق الانتصار سيكون الانتصار الثالث على التوالي للقرمة في مشواره الممتاز جدا لغاية الآن، لغاية الآن مشواره ممتاز جدا. في أول ظهور في دوري نجوم العراق نادي القرمة داخل منطقة الجزاء، عملية الإبعاد من دفاعات نوروز، تستمر المحاولة. محمود حاول، محمود خضير يعيد الكرة للخلف داخل منطقة الجزاء. هناك ثغرات دفاعية لنوروز ومرت إلى ركنية، مرت إلى ركنية لصالح نادي القرمة. ثغرات في خط الدفاع لفريق نادي نوروز استغلها القرمة خير استغلال واستطاع الوصول إلى هدفين. لاحظ هنا الإعادة بنفس طريقة الهدف الثاني، كاد فريق نادي نوروز أن يفعلها ويسجل هدف ثالث بنفس طريقة هدف محمد مزهر. الآن البديل البرازيلي ويندرسون دا سيلفا، لكن هذه المرة عماد عيسى يتدخل ويبعدها إلى ركنية. عملية الهجوم لا زالت مستمرة لصالح نادي القرمة على مرمى نوروز. لاحظ متقدمين وكأن فريق نادي القرمة هو المتأخر بالنتيجة، يعني ما نشاهد لاعبي القرمة متراجعين للخلف. اللاعب اللي اشترك ابراهيم محمد اللي اشترك مع فريق نادي نوروز، ابراهيم اسورستوم تقي فلاح معين احمد، غير 4 لاعبين المدرب جورفان فييرا. بينما مدرب فريق نادي القرمة غازي فهد اشرك لاعبين فقط فرانك سيدريك. ركلة مرمى نوروز، كرة عالية الأمام،
بعاد من دفاعات القرمة، لا زالت المحاولة مستمرة. كرة حائرة ما بين لاعبي القرمة ونوروز، تعود للدفاعات. عملية تمرير الأمام لكن قطع من قبل لاعبي فريق نادي القرمة، تعود للوسط. عملية الإبعاد، هنا التحضير، تمرير جهة اليسار أقرب لمحمد مسر، قطع من أمام محمد مسر. يعني جولات نفط البصرة مع نادي القاسم محمد مسر كان مميز بشكل كبير. هذا فرانك سيدريك، فرانك سيدريك قادم من زاخو للقرمة. فرانك سيدريك عنده هدف في مرمى نفط البصرة فرانك سيدريك. بينما هنا آسو رستم اللي اشترك مع تشكيل فريق نوروز. كرة داخل منطقة الجزاء لمرمى نوروز، تستمر المحاولة، عملية التمرير أمام منطقة الجزاء. نوروز يحاول أن يخرج على الأقل متعادل من خلال هذه المباراة. عادت للوسط، أنتراس يلعب كرة لجهة اليمين إلى محمد دلاور، حاول إيصال الكرة لآسو رستم. مروان حسين، كرة قريبة لمنطقة الجزاء نادي القرمة وخطأ لمصلحة نوروز. ركلة حرة لنوروز، ركلة حرة لنوروز، ركلة حرة لنوروز. لاحظ هنا الإعادة والتمريرة والخطأ. ركلة حرة، هل يفعلها كما فعلها إيفياني؟ لكن كرة تصدت بالعارضة. إيفياني صدت بالعارضة كرة إيفياني. إبراهيم محمد يحصل على خطأ، وآسو رستم بدلاء فريق نوروز. ركلة حرة مباشرة، هل يتمكن من التعديل فريق نوروز؟ هذا آسو رستم أمام ترقب الحارس محمد حميد، وحارس صد مكون من 6 لاعبين. مرت كرة آسو رستم إلى خارج الملعب، ركلة مرمى لصالح نادي القرمة، ركلة مرمى لصالح نادي القرمة. لاحظ كرة آسو رستم حاول أن يضعها على الزاوية الصعبة لحارس المرمى محمد حميد حارس المرمى لنادي القرمة. كرة تعود، كوناتيه تقي فلاح جهة اليسار، محاولة تستمر. محمد حاول يمرر للأمام لكن فرانك سيدريك المتراجع للوسط، فرانك مهاجم فريق نادي القرمة، عملية المرور لكن لم تصل بالشكل المطلوب. تبقى المحاولة قريبة من الخط الجانبي ومرت إلى خارج الملعب، رمية جانبية لصالح نادي نوروز. إذا تغيير للقرمة، محمود خليل صاحب هدف الانتصار على نادي القاسم في المباراة الماضية، هو عنده هدفين على الحدود وعلى نادي القاسم. قادما من الكهرباء محمود خليل، محمد عدنان دوحي هو اللي خرج محمود خليل هو اللي اشترك الآن. تغيير آخر للقرمة، رمية جانبية لصالح نادي نوروز، تنفذ الرمية الجانبية. هل يستطيع الوصول إلى هدف تعادل نوروز أمام إصرار لاعبي فريق القرمة بإنهاء المباراة بهذه النتيجة والذهاب إلى مركز الوصافة بعد نادي الشرطة؟ كرة قريبة والتعادل يضيع. ضاعت على مروان حسين. فرصة كان ممكن مروان حسين يعدل لنوروز بهذه الطريقة، كان عنده الفرصة لكن ضاعت على مروان. سجل هدف جميل، هدف تعادل، والآن يحاول أن يدرك التعادل مروان حسين لكن كرة مرت إلى خارج الملعب. كرة مروان حسين تضيع على فريق نوروز. عماد عيسى إلى تقي، محمد إبراهيم قريب منه إيفياني إلى دلاور، محمد دلاور
قريبة لمنطقة الجزاء لمرمى القرمة. عملية الإبعاد، محاولة تستمر لصالح نادي نوروز. يدافع بقوة القرمة عن نتيجة المباراة. العودة ب3 نقاط. يعني من الجيد فريق القرمة انه خارج ملعبه فقط خسر من الطلبة، لكن فاز على نفط البصرة، تعادل مع الشرطة، خسر فقط من الطلبة. التعادل لنوروز. محمد دلاور، أضاح محمد دلاور أمام تألق محمد حميد حارس القرمة، حارس القرمة. فرصة أخرى تضيع على نوروز. مروان حسين ومحمد دلاور أضاعوا إدراك التعادل في مرمى القرمة. محمد حميد لا زال متألق، حارس المرمى لفريق القرمة، أمام محاصرة لاعبي نوروز لمرمى فريق القرمة في هذه اللحظات. هنا خطأ. كارمو اللاعب الأنغولي يشكو من إصابة إن شاء الله بالسلامة. لهيرنلسون كارمو. لاحظون الإعادة والخطأ، خطأ على راسكو. لاحظوا الإعادة مرة أولى وثانية، والخطأ موجود لصالح نادي. لاحظوا الإعادة مرت من الجميع لمدافعي فريق نادي القرمة، لم يستغلها محمد دلاور ويضع هدف تعادل لنوروز. يضيع بهذه الطريقة. لاحظ الإعادة ومحمد حميد اللي يغطي المرمى تماما على محمد دلاور وينقذ مرمى فريق نادي القرمة من هدف تعادل. رمية جانبية. إيفياني نيجيري مع الكاميروني فرانك سيدريك. ركلة حرة نادي القرمة. عملية الهجوم الآن لصالح نادي نوروز. 90 دقيقة انتهت. مشاهدي ومتابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي، نادي القرمة ضيفا على نوروز، وفي هذه المباراة ضيف ثقيل فريق القرمة على نوروز. فريق القرمة. كرة النقل إيفياني إلى لاعب أوكسي أنتريس. إيفياني من راسكو. إيفياني غير اللعب للجهات البعيدة، بدأ يعتمد على الكرات الطويلة لاعبي نوروز للوصول بشكل أسرع إلى مرمى نادي القرمة. على الأقل يخرج متعادل، أفضل من فقدان نقاط المباراة كاملة بالنسبة لفريق نوروز. بينما فريق القرمة يريد أن يحافظ على نقاط المباراة كاملة على حساب نادي نوروز. بعد هذه الجولة راح يكون توقف لأيام الفيفا داي والتوقف الدولي، ومنتخبنا أمام مهمة الوصول إلى كأس العالم. عملية الهجوم. أوكلي خلاص. جون أوكلي يبصم بالشمع الأحمر على نتيجة المباراة. النيجيري ثاني أهدافه في المباراة، وثالث أهداف القرمة في مرمى نوروز. جون أوكلي نجم المباراة النيجيري. النسر النيجيري يطير بالقرمة ب3 نقاط في هذه المباراة. النسر النيجيري مع صقور الغربية، ثالث أهداف القرمة بطريقة جميلة وعلى الزاوية البعيدة لعماد عيسى، يسجل ثالث أهداف القرمة ورابع أهدافه جون أوكلي اللاعب النيجيري مع القرمة، بتواجده مع القرمة خلال هذا الموسم. الله على جون أوكلي. غادرت جماهير نوروز، تركت المباراة خلاص. ياسر ناجي وعباس قاسم. تغييرات المدرب غازي فهد، يغير لاعبين أيضا غازي فهد. خلاص القرمة إلى 3 نقاط.
القرمة إلى 3 نقاط على حساب نوروز. الانتصار الثالث على التوالي لفريق نادي القرمة، ورابع انتصاراته، رابع انتصاراته من خلال الجولات ال7 لدوري نجوم العراق. الآن زاخو أو نوروز عذرا، نوروز يهاجم على مرمى فريق القرمة من أجل أن يقلص الفارق. حكم المباراة أشار ل6 دقائق، 6 دقائق وقت محتسب بدل ضاع. محمد دلاور داخل منطقة الجزاء، محمد دلاور لو سجل الفرصة اللي سنحت لنوروز لاختلفت الأمور كليا بالنسبة لفريق نوروز، لكن أضاع مروان وأضاع محمد دلاور، بينما فريق القرمة استغل كل فرصة قريبة لمنطقة جزاء نوروز استطاع أن يسجل من خلالها هدف. جون أوكلي هدفين، محمد مزر هدف، القرمة 3 نوروز هدف. انتصار بداية التاريخ ما بين الفريقين نوروز والقرمة، اللقاء التاريخي الأول ما بين الفريقين يشهد انتصار القرمة على نوروز. ركنية إذن للقرمة، ركنية للقرمة، ركنية لصالح نادي القرمة. القرمة يرفع رصيده إلى 13 نقطة، يصل إلى المركز الثاني بهذا الانتصار خلف نادي الشرطة. وعلى فكرة هو افتتح الدوري، أول مباراة إله في دوري نجوم العراق لأول مرة في تاريخه هو قابل الشرطة وتعادل 2-2. الجولة السابعة يقابل نوروز، عملية المرور بهذه الطريقة من كلاوديو. كلاوديو لم يظهر إطلاقا كلاوديو في هذه المباراة. محمد دلاور يريد كلاوديو أوليفيرا داخل منطقة الجزاء، عملية التحضير ممكن الآن لو قلص الفارق. تقي يسدد على المرمى، لا زالت المحاولة مستمرة لنوروز على مرمى القرمة، لكن دفاع قوي، دفاع محكم للاعبي فريق القرمة، عدم إتاحة الفرصة لنوروز للوصول إلى هدف ثاني لنوروز من خلال هذه المباراة. نلعب في الدقيقة الخامس من الوقت المحتسب بدل ضاع بعد ما أضاف 6 دقائق حكم اللقاء أحمد قاسم. هذا محمد حميد قدم مباراة ممتازة، حارس المرمى لنادي القرمة. محمود خليل، غازي فهد، رحلة ممتازة لهذا المدرب، يعني فترة طويلة عمل في الدوري الإماراتي مع عدة أندية في الدوري الإماراتي، لكن في الدوري العراقي مع القرمة الرحلة ناجحة. هو عمل فترة قصيرة مع أربيل، لكن رحلته مع أربيل لم تكن ناجحة، وقبلها أيضا الميناء، لكن مع القرمة ينجح بشكل كبير المدرب غازي فهد. كرة تعود للوسط الآن، إيفياني نوروز، فرانك سيدريك، تعود من جديد للكاميروني فرانك، يلعب كرة الأمام، هجوم قادم لفريق نادي القرمة قريبة من الخط الجانب من الجهة القريبة، لا زالت المحاولة مستمرة وعملية الوصول لكن لم تكن بالشكل المطلوب. عادت من جديد لصالح نادي نوروز، أقرب لكوناتيه، كوناتيه يغير اللعب إلى تقي فلاح لكن يخسرها تقي. المحاولة تستمر الآن القرمة، هل يسجل رابع الأهداف؟ هل نشاهد هدف رابع في مرمى نوروز؟ هدف رابع في مرمى نوروز، انتصار تاريخي، انتصار تاريخي للقرمة على نوروز، لأن المباراة هي الأولى تاريخيا ما بين نوروز والقرمة. هنا خطأ لنوروز، 6 دقائق انتهت. مروان حسين سجل هدف، لكن هذا الهدف لم يغني ويسمن فريق نوروز من تفادي الخسارة أمام القرمة. ركلة حرة مباشرة قد تكون المحاولة الأخيرة لنوروز للشوط الثاني والمباراة داخل منطقة الجزاء، ونادي القرمة والدفاع الممتاز. وهنا في هذه الأثناء أيها الأحبة مشاهدينا متابعينا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي،
لقاء نوروز والقرمة، والقرمة يحقق انتصار ثمين وثلاث نقاط ثمينة يحققها على حساب نادي نوروز صاحب الأرض والجمهور في هذا اللقاء. لذلك فريق نوروز يستحق، فريق نادي القرمة يستحق النقاط الكاملة في هذا اللقاء بعد ما قدم مباراة كبيرة أمام نوروز اللي يلعب في ملعبه وأمام جماهيره. نقول مبروك لفريق نادي القرمة هذا الانتصار والوصول إلى المركز الثاني، بينما فريق نادي نوروز يبقى في المركز الثالث عشر وبرصيد 8 نقاط، بينما فريق القرمة رفع رصيده إلى 13 نقطة. مبروك للقرمة هذا الانتصار، هارد لك وحظ أوفر لفريق نوروز إن شاء الله في المباراة القادمة. أعزائنا نلقاكم في موعد جديد لمباراة قادمة، تقبلوا كل التحيات مني معلق المباراة جمال الدراج.